انت فاكر انك نايم؟ تخيل إنك غمضت عينيك دلوقتي وفاكر إن كل حاجة وقفت. جسمك هادي، الأوضة ساكتة، والليل مسيطر على كل حاجة. بس جوه دماغك في عالم تاني لسه بيبدأ. النوم مش زرار إيقاف، ده تحويل لوضع مختلف تماماً. في أول كام دقيقة موجات مخك بتهدى، نبضك بيبطأ، عضلاتك بتسترخي واحدة واحدة، وبعدها تدخل مرحلة اسمها ريم. في المرحلة دي مخك بيبقى نشيط جدا، قريب من نشاطه وانت صاحي. عينك بتتحرك بسرعة تحت الجفون، نفسك مش منتظم، قلبك بيغير إيقاعه. بس المفاجأة، جسمك مشلول بالكامل. ليه؟ ليه مخك يقرر يشلك وانت نايم؟ الجاثوم، لما مخك يصحى قبلك. تخيل إنك فجأة صحيت، فتحت عينيك، شايف سقف الأوضة، سامع صوت المروحة، حاسس بكل حاجة حواليك، بس مش قادر تتحرك ولا حتى تطلع صوت. ده اللي الناس بتسميه الجاثوم. علمياً الموضوع بسيط، بس إحساسه مرعب جداً. مخك صحي، بس جسمك لسه في وضع الشلل بتاع مرحلة ريم. الجسم بيتشل عشان ما تتحركش وانت بتحلم وتخبط نفسك. لكن لو التوقيت لخبط شوية، يحصل تداخل، نص دماغك في الواقع ونصه التاني لسه جوه الحلم. عشان كده الناس كتير بتشوف حد واقف في الأوضة، ظل أسود، إحساس إن في حاجة قاعدة على صدرك. مش شبح، مش كائن غريب، دي صورة حلم دخلت على الواقع. عمرك حلمت بواحد وشه واضح جدا بس انت مش فاكره؟ الحقيقة إن مخك ما بيخترعش وشوش من العدم. كل وش شفته في حلمك انت شفته قبل كده. يمكن عدى قدامك في الشارع، يمكن ظهر وراك في صورة، يمكن شفته ثانية في إعلان. مخك بيسجل كل حاجة، حتى الحاجات اللي انت فاكر انك نسيتها، وأثناء الحلم يركبهم مع بعض عشوائي. طب والإحساس الشهير بالسقوط؟ انت نايم بهدوء وفجأة تحس انك بتقع من مكان عالي، تنتفض مرة واحدة. ده لأن عضلاتك بترتخي بسرعة، فمخك يفسر الإحساس ده كأنه سقوط، فيبعت إشارة سريعة لعضلاتك. خد بالك، في مرحلة ريم الجزء المسؤول عن المنطق في دماغك بيهدى، لكن مركز الخيال شغال على الآخر. عشان كده في الحلم تطير وتصدق، تعيش سنين في دقايق وتصدق، تشوف ناس ماتت وتصدق. ليه؟ عشان الجزء اللي بيقولك ده مش حقيقي ساكت مؤقتاً. انت جوه واقع تاني مخك هو اللي بناه. والأغرب، مخك ساعات ما بيفرقش بين تجربة حصلت بجد وتجربة حصلت في حلم. عشان كده في أحلام بتفضل معاك يومين 3 كأنها حصلت فعلاً. في النهاية، النوم مش هروب من الدنيا، ده رحلة يومية جوه أعقد جهاز في الكون، جهاز اسمه دماغك. فالسؤال بقى، انت كل ليلة بتنام فعلاً ولا بتعيش حياة تانية وانت مش واخد بالك؟